السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كنت كنتسائل كيفاش كانت صاحب زوين في الصغر ودابا باقي زوين، ولكن ما بقاش عنده واحد الطابع اللي خاص. دابا ولي شي كتدخل لأي موقع كتشوف شي درية كتعجبك التصويرة ديالها، كتصيفط لها ميساج صافي، كدو معها هذيك 4 سوايع 5 سوايع نهار يومين، كتولي بيناتكم علاقة. مي ما كانش بحال هكا في الماضي. غنمشيو دابا غنرحلوا واحد الرحلة صغيرة كيفاش حتى كانت صاحب. يلا كلشي يكون معنا، ديروا حزام السلامة ونمشيو كاملين. بيس. ايوا سيدي، تصاحب في الصغر ولا في الماضي كان عنده واحد الطابع خاص اللي زوين بزاف. اول حاجة كنتي كتشوف شي دريه كتعجبك وحتى انت كتعجبها، شنو كديروا؟ فيما شفتيها في المدرسه، ولا ندوي على المدرسه احسن، كنتي كتشوفو في المدرسه كانت كتبقى تشوف فيك هي، غير كتهز فيها انت عينيك كتحضرهم هي. المره الجايه كتبقى تشوف فيها انت، غير كتبدا تشوف فيك هي انت كتحضر عينيك. انت في هذيك اللحظه شنو كدير؟ كتدخل القسم، كتشد واحد الورقه وكتبدا تكتب لها في الشعر انتي هادي، كدير لها واحد الرساله اللي زوينه وصغيره، وكتمشي تقلب في القسم على الرسام عندكم، شي واحد اللي غادي يقاد لك هذيك الرساله اللي صايبتي. المهم كتمشي عنده كتقول لي دير لي هنا قليب، دير لي هنا السميه ديالها، صافي حتى هو كينطي لك الرساله مزيان. كتكمل الرساله كتخزنها في الدفتر عندك، كتمشي عند شي دريه معاشره معاك انت وعندها معاك مزيان، كتمشي تقول لها هذيك فلانه كتعجبني، سيري سولي واش مصاحبه ولا لا. صافي هذيك الدريه شيرجيك حتى هي كتمشي دير التحريات وكتبدا تقلب كتشوف واش مصاحبه هذيك ختنا ولا لا. انت كتبقى تسنى هذيك الساعات، صافي غير كترجع عندك كتقول لك الخبار واش مصاحبه ولا لا. صافي ملي ما كتعرف ما مصاحباش كتقول لها شوفي هاكي هاد الرساله ديها ليها وقول لها ترد عليا، شفت صاحب شحال كان زوين وشحال كنا كنجعدوا عليه. المهم ما علينا. صافي كدي لها هي الرساله كتقراها خدنا، كتقول لك الجواب ديالها. صافي اللي قالت لك هذاك الشيء اللي بغينا، الا ما قالتش لك لا كدير محاوله اخرى. صافي كتعطيها الرساله مع الجوج كتجي تعرف احسن حطها عندك. وفين كتمشي هذيك الساعات؟ كتمشي تدخل معاهم للقسم، وخاصو يكون شي استاذ اللي عزيز عليك حتى هو عندك معاه باش يخليك تدخل معاه. صافي غير كتدخل القسم انت كتشوف فيها هي كتشوف فيك باش تشوف كيدير في المظهر ديالك، وهذه تاخذ عليك واحد النظره. غير كتدخل نتايا كيشوفوك صحاباتها، هي كتقول للصحابات ديالها باش يقولوا لها واش وافقي ولا لا. المهم هي كتاخذ الراي. صافي كدوز هذيك الساعه كتخرج انت تمشي للقسم ديالك، هي كتبقى مع صحابات ديالها، هذه كتقول لها تصاحبي معاه، هذه كتقول لها لا ما تصاحبيش معاه. المهم كيتراكموا عليها الافكار بزاف، وفي الاخر هي كتقرر واش تصاحب معاك ولا لا. المهم كدوز واحد النهار يومين كتجاوبك كتقول لك فلان صافي راني موافقه نتصاحب معاك بشروط. صافي انت هذيك الساعات كتمشي عندها كتقول لك الشروط اللي عندها وحتى انت كتقول لها الشروط اللي عندك. المهم هادشي باختصار الدراري، هذا هو التصاحب اللي كان في الماضي. ماشي بحال دابا كنتي كتعرف الانسان على الحقيقه ديالو وكتشوفه في الطبيعه ديالو، حيت ما كانوش عندنا التليفونات، ما كان عندنا والو. كان معكم خوكم ناتشو، كنتمنى يكون عجبكم هذا الملخص ديال هاد القصه، واخا راه ماشي قصه هادي حيت عشنا كاملين بحال هكا، وهادي عاشا غير الجيل الذهبي. ما كنقولش دابا انا باللي تصاحب ولا خايب هادي وهادي، ولكن الحاجه الصراحه مني كتتابع ليها وكتجتهد كتكون عندها حلاوه خاصه. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان معكم خوكم ناتشو، بيس ليكم كاملين.